السلام عليكم. هل حسيت في يوم إن كلامك مع حد اتفهم غلط وخليت الموقف يتأزم؟ أو إنك بتتكلم وسط قاعدة بس الناس مش مركزة معاك ومش سامعاك؟ الكلام مش مجرد كلمات بنقولها، ده أداة قوية ممكن تبني بيها علاقات أو تدمرها. في كتاب فن الكلام لإيهاب فكري هيعلمك إزاي تتحكم في كلامك علشان تبقى مؤثر وتبني حوار ناجح مع الناس، سواء في شغلك، بيتك، أو حتى في قعدتك مع صحابك. الكتاب هيخليك تكتشف إن كلمة واحدة ممكن تبني حياة أو تدمرها، زي ما كلمة يابانية واحدة لما اترجمت واتفهمت غلط ساهمت في قصف هيروشيما وناجازاكي سنة 1945. يلا نبدأ. الكلام ممكن يبني أو يهدم. إيهاب فكري بيقول إن الكلام أداة قوية جدا، لكن لو استخدمناها غلط ممكن تدمر حياتنا. مثلا في مؤتمر بوتسدام سنة 1945 لما اليابان ردت على طلب الاستسلام بكلمة يابانية معناها نتعامل مع الأمر بصمت، لكن المترجمين فهموها لا يستحق التعليق، وده خلى أمريكا تفتكر إن اليابان رفض الاستسلام، فبدأت قصف هيروشيما وناجازاكي بقنابل نووية. الكلمة اللي اتفهمت غلط ما كانتش السبب الوحيد للقصف، لكنها كانت جزء من الأسباب. نفس الحاجة بتحصل في حياتنا، كلمة واحدة ممكن تخرب علاقة أو تخليك تفقد فرصة شغل أو حتى تكسر قلب حد. عشان كده إيهاب هيعلمنا إزاي نتحكم في كلامنا من خلال 4 محاور أساسية: الاستماع، المقاطعة، الفرق بين النقاش والجدل، ودايرة العشم. المحاور ال4 لفن الكلام. رقم 1: فن الاستماع. اسمع بجد، مش تسمع وخلاص. إيهاب بيقول إن أول حاجة لازم تتعلمها علشان تبقى متكلم كويس هي إنك تسمع كويس. الاستماع الفعال مش بس إنك تسمع الكلام، لكن تفهم مشاعر اللي قدامك وتحس بيه. مثلا بنت كانت دايما بتشتكي لأختها إنها بتحس إن محدش بيسمعها في البيت، ومرة كانت بتحكي عن يومها الصعب في الشغل وأختها كانت بتقاطعها كل شوية وتقول أيوة وأنا كمان حصل لي كده. البنت زعلت وحست إن أختها مش مهتمة. لما أختها قرأت الكتاب بدأت تسمع أختها بتركيز من غير مقاطعة، وسألتها طب وإيه اللي حصل بعد كده؟ البنت فرحت جدا وحست إن أختها فعلا مهتمة، وعلاقتهم بدأت تبقى أحسن كتير. الاستماع من أقوى الأشياء اللي ممكن تكون رابط قوي بين شخصين. إيهاب بيفرق بين نوعين من الاستماع: الاستماع السلبي والإيجابي. الاستماع السلبي يعني تسمع من غير ما تتفاعل، وده بيخلي اللي قدامك يحس إنك مش مهتم، زي لو قاعد مع زميلك بتسمع له في القهوة وانت ساكت خالص أو باصص في التليفون. ده لو حصل وانت المتحدث، حط جملة غريبة وسط الكلام مرة واحدة عشان تشوف هو مركز ولا لأ. لو لأ، حاول تغير الموضوع وتكلم في أي موضوع تاني فيه اهتمامات مشتركة. أما الاستماع الإيجابي فهو إنك تتفاعل بشكل بسيط، زي إنك تعيد كلام اللي قدامك بأسلوبك أو تقول أيوة فهمتك بنبرة مهتمة. لكن خد بالك ما تبالغش في رد فعلك، زي إنك تقول يا راجل مش ممكن على حاجة عادية، علشان ما تبقاش متصنع. رقم 2: المقاطعة في الكلام. المقاطعة بتخرب الحوار وبتحسس اللي قدامك إنك مش مهتم أو خصم ليه. إيهاب بيحكي عن 5 أشكال للمقاطعة. الشكل الأول: تغيير الموضوع، زي لو بتحكي لصاحبك العيد قرب وأنا لسه ما خططتش، وهو يقطعك ويقول شفت ماتش امبارح وخلص كام. هنا ممكن ترجع تاني الموضوع ولكن بأسلوب أكثر جاذبية، وإنك تعرض كلامك في أسلوب سؤال، زي تحب نروح فين في العيد. الشكل التاني: المقاطعة بأنا كمان، زي لو بتقول امبارح حصل لي موقف غريب وصاحبك يقطعك يقولك أنا كمان حصل لي موقف أغرب، وتحس إنه بيعلي عليك. وده بيحصل بالذات لما تحكي حاجة فيها مشاكل أو مقاسي. الشكل التالت: المقاطعة للمعارضة، زي لو بتقول أنا شايف إن ده صح وهو يقطعك مرة واحدة لا غلط خالص، وده من أسوأ أشكال المقاطعة. الشكل الرابع: المقاطعة للموافقة، زي لو بتقول يوم الخميس بالليل كنت، وهو يقطعك ويكمل بدالك كنت خارج معانا على القهوة صح، مع إنك كنت عايز تحكي حاجة تانية خالص. الشكل الخامس: المقاطعة بالفكاهة، زي لو بتسأل حد من صحابك على حاجة معينة وهو يرد عليك بقلش أو نكتة بدل ما يرد بجدية. رقم 3: الفرق بين النقاش والجدل. في النقاش بيكون هدفك انت وشخص او مجموعة توصل لحل او تفهم اللي قدامك،
أما الجدل فبيكون هدفك ثابت إنك صح وهو غلط. وإيهاب بيحذر من 3 حاجات بتحول النقاش لجدل: المقاطعة الكتير، الصوت العالي، والناقد الشخصي. زي لو بتقول لصاحبك أنا شايف ليفربول أحسن فريق، وصاحبك يقطعك بالعكس برشلونة أحسن بكتير، شكلك ما بتفهمش في الكورة. هنا النقد الشخصي ما بتفهمش هو اللي حول النقاش لجدل. رقم 4، دايرة العشم. إيهاب بيقول إننا بنهمل الكلام الحلو مع الناس القريبين زي الأهل والصحاب، وبنفتكر إن المجاملة بس للغريب، مع إن الأقربون أولى بالمعروف. ومثال زي بنت كانت دايما بتتكلم مع أخوها الصغير بطريقة عادية جدا، بس كانت دايما تقول له جبت درجات وحشة ليه؟ أنت دايما كده. لما قرأت الكتاب بدأت تغير أسلوبها وبدأت تقول لأخوها أنا عارفة إنك بتتعب في المذاكرة، وأنا فخورة بيك جدا ومتأكدة إن درجاتك هتتحسن بالتدريج. أخوها فرح جدا وبدأ يحس بالتقدير، وبقى يجتهد أكتر في دراسته بالرغم من إنه ما كانش بيذاكر أصلا، وعلاقتهم بقت أحسن بكتير. كمان ممكن دايرة العشم تخليك تحرج صاحبك أو قريبك بكلمة أو 2 قدام مجموعة من الناس عشان تكسب ودهم، وده لأن دايرة العشم بتهيألك إن الشخص ده وجوده مضمون. النقد، إهمال الكلام بيخرب حياتنا. إيهاب بينتقد إننا بنهمل أهمية الكلام في حياتنا. كتير مننا بيقاطع أو بيتكلم من غير ما يسمع، أو بيستخدم كلام جارح من غير ما يقصد. طبعا ده بيخرب علاقتنا ويضيع فرصنا من غير ما نحس. زي ما اتكلمنا في كتاب زي فن اللامبالاة، الناس الناجحة دايما بتهتم بإزاي تتكلم وتسمع. نصايح عملية علشان تطور كلامك. إيهاب بيديك خطوات بسيطة زي اسمع بتركيز، ركز في كلام اللي قدامك وتفاعل معاه بشكل بسيط زي تمام وفهمتك. بلاش تقاطع، استنى اللي قدامك يكمل كلامه حتى لو عندك رأي مختلف. ناقش باحترام، لو مختلف قول وجهة نظرك بهدوء، وابدأ بالنقاط اللي متفقين عليها ثم النقاط اللي فيها اختلاف. كلم الناس القريبين كويس، قول كلام إيجابي زي أنا بحب أكلك قوي، أو أنت دايما بتساعدني. اختار الموضوع المناسب، ما تتكلمش عن حاجة حساسة زي حاجة فخمة أنت لسه شاريها جديد مع حد عنده أزمة مادية. الفكرة النهائية، فن الكلام هو أداة نجاحك في الحياة، زي ما أجدادنا قالوا لسانك حصانك. اتعلم إزاي تسمع، تتكلم وتحترم اللي قدامك، وهتشوف فرق كبير في حياتك. زي ما كلمة واحدة اتفهمت غلط ساهمت في تدمير هيروشيما، كلمة واحدة حلوة ممكن تبني علاقة قوية. قولنا في الكومنتات ايه أكتر محور استفدت منه، وايه أكتر محور انتشارا في البيئة حواليك، وهل هتقدر تحل مشاكل المحاور دي بعد الكتاب ده ولا لأ. وطبعا لو عجبك الملخص ده ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك، وخليك معانا للآخر علشان ننصحك بكتب تانية زي الكتاب ده. كان معاكم محمد إيراني.